مواقع التواصل عربيا القبض على المغني المغربي سعد المجرد في باريس بعد شكوى قدمتها فتاة اتهمته بمحاولة اغتصابها. من جهته أعلن وزير الثقافة المغربي محمد الأمين الصبيحي التواصل مع السلطات الفرنسية لتوضيح الموضوع والعمل على حل المشكلة، في وقت نفى فيه والد المجرد لصحف مغربية علمه بصحة الأخبار، مشددا على ظهور حقيقة اتهام نجله قريبا. المجرد كان من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا في باريس السبت المقبل، وكان قد اتهم سابقا باغتصاب فتاة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال دراسته هناك. من باريس ومن أمام مركز الشرطة الذي يحتجز فيه الفنان سعد المجرد تنضم إلينا الصحفية حنان عبد الله. بنرحب فيك معنا يا حنان، واعطيني تفاصيل القبض على سعد المجرد. مساء النور، أهلا وسهلا. طيب، كما نقول ضروري أن نذكر هذه الجملة: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أكيد أن هذا الخبر يعني ولع كما نقول شبكة التواصل الاجتماعي، بل يعني هناك تجاذب في حيثيات هذه القضية، هل هي صحيحة أم لا. على أي فعلا سعد المجرد فقط للتأكيد هو أمام يعني معتقل لدى الشرطة الفرنسية في المقاطعة 17. أذكر فقط بأن تفاصيل هذا الحادث يعني تقريبا ونسبيا غامضة، هناك تكهنات وهناك اعتقادات وهناك أمور كثيرة. المهم أن هذه الفتاة فعلا تعرضت للعنف، هل اغتصبت أم فقط تعنفت الله أعلم. يعني حتى الآن لا يمكن الوصول إليها ولا تريد يعني حتى التفاوض من أجل الحصول على مال، لأن الكل كان يقول بأن هذه التهمة ملفقة، ولكن الفتاة حتى الآن يعني رافضة مال، رافضة مفاوضات، وتريد فقط حقها أو لجأت للقانون في هذا الإطار. فرنسا لا تتهاون في قضايا المرأة خصوصا نعم. الاغتصاب. بس حنان أعطيني تفاصيل، هل معروفة جنسيتها؟ هل هي تعرضت للضرب؟ وين تلاقت؟ هل هي اللي بلغت الشرطة؟ لا، هي لجأت للاستقبال حتى تبلغ بأنها تعرضت للعنف حسب أقوال يعني القائمين، الناس اللي بيشتغلون أو الذين يعملون في الفندق. ولكن يعني هل تم اغتصابها وما إلى ذلك، كل هذا حيثيات لا نعلمها حتى الآن. مؤكد أنه هي تعرضت للضرب من طرف سعد المجرد، وفعلا كانت موجودة معه في الغرفة، والشرطة أتت إلى الفندق وأخذته من الفندق حتى يستمعون لأقواله، وهو لحد الآن لم يتجاوز 48 ساعة حتى للأسف الشديد يكون أمام القاضي للبث في قضيته. نعم، لكن لما تركت الغرفة ونزلت تحت كانت يعني متعرضة للضرب، على الأقل نعرف هذا الشيء. نعم كانت متعرضة للضرب. تم القبض على سعد المجرد الساعة كم؟ نعم، أظن كانت ساعات صباحا بين الساعة 7 والساعة 10. نعم، وبعدين صباحاً. بعدها مثل أمام قاضي؟ لم يمثل أمام القاضي لأن القانون الجنائي الفرنسي يقضي بضرورة البقاء 48 ساعة يعني في مركز الشرطة، وحتى الآن لم نتجاوز 48 ساعة، وبالتالي أظن من المؤكد أنه سيمثل غدا صباحا أمام القاضي. هناك حفل سيحييه يوم السبت 29 من أكتوبر، والسلطات المغربية تحاول أن يطلق سراحه بكفالة حتى يقوم بإحياء هذا الحفل. هل سيعود إلى المغرب؟ هل سيبقى هنا للبث في قضيته؟ لا أدري. نعم، بس هذه هي التفاصيل المتوفرة لديك الآن حول التفاصيل يعني القبض عليه. في أي إضافات نعم، عندك؟ أي تفاصيل؟ التفاصيل هو يعني انتظار محاولة ربط الاتصال بهذه الفتاة التي ترفض كليا التفاوض، يعني لا الحصول على. هل معروف عمرها؟ عمرها بصراحة غير معروف، فقط أريد أن أقول بأنه قد تكون، بل مؤكد بأنه عمرها سيتراوح ما بين 18 و 24 سنة بحكم المكان الذي تعرفا فيه والمكان الذي التقيا فيه، لأنه كان هناك عدد كبير من المراهقين والشباب الصغار يعني أصدقاء للكوميدي الفرنسي كيف آدامز وجاد المالح. إذا نتعرف عليها في حفل. نعم، تعرف عليها في حفل جاد المالح الكوميدي الفنان المغربي يعني المعروف. بنشكرك على على هذه التفاصيل. كانت معنا الصحفية حنان عبد الله من باريس. ولتفاصيل أكثر حول موقف الفنان سعد المجرد القانوني ينضم إلينا من باريس المحامي إلي حاتم. بنرحب فيك معنا يا إلي. إيش الإجراءات القانونية اللي بتواجه سعد المجرد الآن؟ أولا في فرنسا هناك توقيف لكل من يقوم بعمل مخالف للقوانين أو
يشتبه به أنه يقوم بعمل مخالف للقانون. وهذا التوقيف يكون للتحقيق بواسطة البوليس لمدة 24 ساعة، وبعد هذه المدة يستطيع للمدعي العام أن يسمح للبوليس تمديد هذه المدة إلى 48 ساعة، وبعد هذه المهلة يمتثل المشبوه به إلى المدعي العام الذي يقرر أو إلقاء سبيله أو تحويله إلى قاضي التحقيق. فقاضي التحقيق يقوم بالإجراءات الأولى، أي الاستماع إلى المدعى عليه وإقامة بعض من الأسئلة والأجوبة معه، وبعد ذلك يقرر القاضي التحقيق أو إخراجه أو وضعه تحت نوع من السجن، وفي الفرنسية يعتبر ذلك التوقيف لمصلحة التحقيق. ولكن هذا ممكن يخرج بكفالة بعد موافقة قاضي آخر هو قاضي الحريات. هل ممكن يخرج بكفالة؟ يستطيع بعض الأشخاص أن يخرجون بكفالة إذا كانت القضية متعلقة بمسائل مالية، أي إذا هناك نوع من السرقة مبلغ كبير وهناك يجب الدفع. ولكن في هذه القضية من الصعب أن يخرج المتهم بكفالة مالية. إذا ثبتت التهمة، إيش العقوبة المحتملة اللي قد يواجهها سعد المجرد؟ هناك 20 عام. هذا الماكسيموم الذي يعتبر من ناحية القانون، ولكن نحن نعلم أن هناك نقاط أخرى يعتمد عليها القضاء إذا أثبت ذلك عليه، ولكن للإثبات هناك وقت للتحقيق، وهذا الوقت للتحقيق يمكن أن يأخذ أكثر من عام للتحقيق ولمقابلة الشخصين، أي المتهم عليه والشخص الآخر الذي يعتبر الضحية في هذا الفايل. سيد إلي، بس يقال أنه سعد المجرد عنده قضية في أمريكا أيضا اغتصاب وضرب، لكنه خرج منها بكفالة وترك البلد. هل ممكن يكون في تبادل بين أمريكا وفرنسا، أو مثلا تؤثر هذه القضية على تلك؟ هناك تبادل بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أولا. ثانيا هناك معاهدة تبادل الأفراد المشبوه بهم أو الذين يطالبون للمحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذه القضية انتهت في الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا بالطبع هناك تأثير على قاضي التحقيق وعلى أيضا قاضي الحريات، أي القاضي الذي سيقوم أو بوضع المتهم عليه. بنشكرك على وجودك معنا، وإن شاء الله طبعا حنتابع تفاصيل هذه القضية. شكرا على هذه المعلومات. كان معنا إلي حاتم، المحاتم إلي حاتم من باريس. شكرا لك.